وهي بتكبر وبياخدها باباها المكان مقدس خاص بالزعماء، وبيقول لها انه هيجي يوم وتحطي الحجر الخاص بيكي زي ما حصل معاه هو واجداده، وبيأكد عليها وبيقول لها تركز في قيادة شعبها بدل ما تفكر في المغامرات، وانها هتكون المستقبل للجزيرة. وهنا بتحاول موانا تطبق كلام والدها وبتساعد اهل الجزيرة في اعمالهم اليومية. ومع ان موانا حاولت تسيب حبها للبحر عشان تكون زعيمة ومسؤولة، الا ان المشاكل بدأت تظهر في يوم وتجيلها. بيجيلها السكان بمحصول جوز الهند وبيطلع كله بايظ، وهنا بتقرر موانا انها تتخلص من الاشجار التالفة وتزرع غيرها في مكان تاني، وبيشكروها الناس وبيقولوا لوالدها انها عظيمة جدا، فوالدها بيحس بالفخر بيها. وبعد كده بتظهر لهم مشكلة تانية وهي عدم وجود سمك كفاية في البحر، وكل ما موانا تقترح عليهم حل للمشكلة يقولوا لها انهم عملوه وبرضه ما ينفعش، وبتقترح عليهم انهم يصطادوا من مكان بعيد يكون ابعد من الجزيرة. فبيغضب والدها وبيرفض وبيقول لها ان الفكرة دي مرفوضة نهائي لانها بتعرض السكان للخطر، وان مفيش حد هيبعد عن الجزيرة مهما حصل. وهنا بتيجي مامة موانا وبتحاول تواسيها وبتفهمها السر وراء غضب والدها ومنعهم اي حد يتخطى حدود الجزيرة، وبتحكي لها ان زمان المحيط غواه ويومها راكب مركب مع صديقه، لكن الموج وقتها كان عالي قوي، ولما كان بيغرق صديقه ملحقش ينقذه، وان والدها بيحاول ما يكررش الغلط ده تاني عشان ما يخسرهاش هي كمان ولا يخسر حد من سكان الجزيرة. لكن موانا قررت انها مش هتسيب الموضوع ده بسهولة، بتركب مركب وبتدخل جوه المحيط وبتاخد الخنزير بتاعها الصغير، والموج بيقلبها وبتحاول تنقذ الخنزير، لكن رجليها بتنزل في الشعب المرجانية وبتحاول تنقذ نفسها بالعافية. وهنا بترجع للشط وبنشوف ان رجليها بتورم، فبتيجي عليها جدتها وبتقول لها ان والدها كان عنده حق في انها مش بتعترض على اي رأي تقوله، وده بيخلي موانا تسأل جدتها عن البحارة بتوع الجزيرة زمان. فبنلاقي جدتها اخدتها للكهف المهجور وبتقول لها على سر، وهو ان في قصة من قصص الجدود محدش بيحكيها ابدا للاطفال، وانها لو دخلت جوه الكهف ده هتعرف السر المخفي. وهنا بتنبهر موانا بدخولها في الكهف وبتكتشف جواه سفن كبيرة وضخمة.